عندنا اخر حاجتين ودول مهمين جدا ولازم نفرق ما بينهم. ايه هما؟ عندنا شرط كتير كده. الشرط الكتير دي بنسميها فامبري. طب وعندنا زي تيوب كده طالعه هولو تيوب بنسميها ايه؟ بايلس. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجه عندنا نقول الفانكشن. الفيمبري الفانكشن بتاعتها بتساعد في السيل اتاتشمنت، بتساعد البكتيريا سيل انها تعمل اتاتشمنت. ده ايه؟ ده الفانكشن بتاعت الفيمبري، بتعمل ايه؟ السيل اتاتشمنت. طب البايلس ده هو بايلس ده عشان مفرد، بينما يا جماعه بيلي ده الفانكشن بتاعته في حاجه اسمها بكتيريال كونجوجيشن. ده اللي احنا قلناه هنا. انا دلوقتي لو عندي تو بكتيريا سيل، في بكتيريا سيل عندها الاف بلازميد اللي احنا قلناه هنا اللي هو فيرتيليتي بلازميد. فالفيرتيليتي بلازميد ده هيعمل ايه؟ كونجوجيشن مع بكتيريا سيل تاني. يعني ايه بكتيريا كونجوجيشن؟ يعني هيحصل ترانسفير للدي ان اي فروم وان بكتيريا تو انذر. طب لما بيجي يحصل الترانسفير بيحصل بتوين ذيم تيوب كده. التيوب دي عن طريق بتنقل الدي ان اي، بنسميها ايه؟ التيوب دي بنسميها البايلس. يبقى البايلس الفانكشن بتاعته ليه دور مهم فين؟ في البكتيريال كونجوجيشن، بينما الفيمبري بتساعد في السيل اتاتشمنت. طب في اختلافات تاني. الفيمبري بتبقى ايه؟ بتبقى شورتر، بتبقى اقصر. طب البايلس بيبقى تولر، بيبقى اطول. ده اهو ده الفيمبري، بينما ده البايلس. طب ايه الفرق التاني؟ الفيمبري بتبقى النمبر بتاعها بيبقى عددها كبير، بينما البايلس بيبقى عددها قليله جدا. تمام؟ ده كده بالنسبه للفروقات بين